كيرن سأيوب. السلام عليكم. حيثم التنسيق كرن سأيوب يوم 10 فبراير سنة 2010 وكليته اليوم لدى الأخبار اللي قرأ لكم كسل فرت أخبار حشم شعبيات حديث دعاياتنا الشر. فيليب جراندي دي بإثيوبيا زيارة ودام. لا بيرس أخبار سمت معكم تفاصيل الكلام يقول لكم. حشم شعبيات حكوا اتفاقية سلامة إثيوبيا منابر الشعب إريتريا إجل حسن برنامج يقول اللي يكون دبيلام سيتقل هبدا آيات وحسين الشركة مهلا إمارات من داخل الوطن حبروا بأساس ركبة اللي تحبرين قرأ الله من وياني مثل على تخوف أختما ووياني الأيضا على يد دول غرب شوكة سبرة الليل شعب وديش إريتريا طافحت منبرة تقل المبروه برنامج فاقر هلا للي بلد آيات حسات ما خبراته سبيلا بيلو وقلت نشر انبوتكم هلا تأمرام ديش قلت سارة برنامج فاقركم هلا منابرة موظفين حكومة قلت تحسن مرتب سنة قلك بام تجارة واستثمار يقلش قول لحظ مواطنين دي بعدو من خارج يقل للسماء بناء وتوزيع أراضي يقل تنبت وحركة مواطنين من داخل وخارج يقل تسمى وبعد دعايات بتنشر هلا حشم شعبيات حرب تجرايكم تما لبتوبيا الأتمسا مسؤول على سبت أختمام بعد أسباب أسخلق ديش وشعب إريتريا اتحدث عبودية إقل أطمحو إلا حديث دعاياتنا الشركة مهلا لتأمر قائد حشم شعبيات من مناسبة سنة تحدث كل 2013 بكتب لحالة رسالة شعب إريتريا منا قدم إلا لحالة ويول الأك عداوات متصبت هلا زياد مدافعات إقلاق للدليل كتحولوا في علام قائد حشم شعبيات لتنبول هلا حديث عداوات إذا بشعب قبوليتكم يركب سبت الأمر دعايات إن نشرة بحثت برنامج عمار أفقور اللي يقول بل طبيعيكم توم وحرب شمال إثيوبيا حلول دايم ما من ركب حشم شعبيات دي بإريتريا تحسينات اقتصاد وسياسة اللي ودكم يقدر إن لا تحبر ثاني توم وقول مفوض لاجئين منظمة مجلس كرام فيليب جراندي دي بإثيوبيا نايسلس عمل زيارة كودا وسائل الإعلام إثيوبيا شرحيام بأساس تقرير يونايتد اتش لو قول مفوض لاجئين منظمة مجلس كرام مثل مدير لاجئين وعايدين إثيوبيا تسفهون وبزاين دام حبرام بسبب لا دي بإثيوبيا الهلو لاجئين ناقشام فيليب جراندي دي بإثيوبيا اتمقار حوت لاجئين هلا على أسلوبكم أجبيو قل سبسلتات خدمات لاجئين وعايدين إثيوبيا شرح لهم لو قول مفوض مثل 800 عمال لاجئين ودي بأدي سوا مثل شبابات لاجئين قطوا بقى إنترنتكم هتقامة لتأمرم لو قول مفوض الصفحة تويتر حالة في رسالة إثيوبيا حتى من نادي أفريقيا بالزحام لاجئين حدورات لله دول كمتان داشرم مثل حكومة وسب شركتها بسبت لاجئين هدقنا جهة سلام كم هلا يسن التلالة من قبل إثيوبيا سيدات مجتمع علامكم لا تحزيا أمور تبهلام أهلام يونايتد سار بحرب وجفاف مدرت لجريت التوم أنفار إقل تدهن ومنابرات إقل تحسن جد ودكم اللي تأمر يونايتد سار بسبب حدان ميزانية ودي في شمال إثيوبيا إقل مدة كل سنة للتلالة حرب إتقاليم تقراي أمحرا وعفر له اللو لاجين لا تتطلب سدايت كمي وديت لهم دل تحبر ثاني توم
حسب ما تنسيت كرنسيو بقولهم دولوا على أخبار دي بالله تاهم هلام مثل كرنسيو كل اللي لكم حيسام ما تنسيتنا يوم 10 فبراير سنة كده 2013 جمعتم اتلنا يوم برنامج كرنسيو كلوت موضوع ده طبعا ما تامكم اللينا الأول موضوعنا بأورط كاتب وأورط مخرج للدالة مسرحيات حنتيلة بالأرز للدالة فنتوي موضوع ثالثة كفال كلا موضوعنا حالة أرترين لاجين دي والشريف فيلتين فنتوي موضوع ناشط إسماعيل إدريس مثل ناشط عبد الرحمن حسن إدريس لو ده مقابلة قلت هلا قلناتهم متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي ابقى ولا موضوعنا قلنا نبت كيرن سأيوب مرحبا بكم حيسام تنسيت كرن سأيوب منين من دقت لنا بأورط كاتب وأورط مخرج للدالة مسرحيات اتحنتي لا تبلا رئيس للدالة فنتوي موضوع يقول يوم سالساي كفالو بنقدم لكم تو متابعتكم انسي كيرن سأيوب شعبيات ديش درجي من أريتريا حقو أفقرات ووطن كاملة تتحنت مراقبتها كم آتيت لأولي جريمة ترأس قاضي محمد مرانة الأنبتات تام اللي دي بأريتريات التلاليل اللي تغتطاف كلوت ورحن دي تتمم من أريتريات تماما حنت ملك آتيت حقو 45 يوم تو قاضي محمد مرانة الاقتطافات إلا لدم أبري عند ستيت لإتسوي شعبيات دي بإلا 45 عمل قدم اقتطاف قادم محمد مرانات بعد جريمة اقتطاف أو قتل وادية يكون جنبلي ينقدر قادم محمد مرانات أمور من أكان أمر سبت اقتطفوه أولاي مقتطفت الأنبل حقو قادم محمد مرانات قدم لجرائم تلالام لأوليت حملة اقتطاف جماعي إلا لأسك ذي جف الشعبيات ساكت يسجن لتتبهل بقيادة السياسة فورقي شعب ريال أفنيت وتفنى لهليت الثلوث يوم 4 أبريل قدم 3 سنة أكل هيد يوم 4 أبريل لجرى حدث من حتى الدواء هسمرال على وحدة عسكرية لتفاقروا أنفار ديش فنتيت مهمات إقل تجي صوتو لتبل حبرين دتهيبو اتفورتو مدينة كرن من عسكرو 3 يوم واديام علو اتلا مدينات مثل الجهاد الإسلامي علاقات لهليت لهم سلاح لبوم أنفار ركوبام اللو اللوم أنفار اللوم أقل تثبتو لتجبع عمليات لازم الدقاق قل تقبع الليت إلام للبل تحذير تهيبو ناي مدرات أقل سببو قدرو لتبهلو أنفار أكلت أكاناتهم للأمروم ولا لحبرو أنفار جاهزين كم هلو تحبروهم اللوم لأن تحروا لما طو عساكر مبدحهم شباباتهم بأساس لا تهيبتهم حبرين
إقلات مدينة كران هلولة بهلو مجاهدين إقل واجهو مداليتهم أتممو لا كانت مجاهدين أمرلت بهلو لتنزموا جماعات المتك أنون ما قطوا من دقل ببول لتحرقوا إقل عمليات إقل نفذ حلول على ديش مرح علوم اللي كله أكي أفعال وفناء أبرياء عند التحبات شعب مدينة كرن لحريات مسلول على 4 مايو إقل عيد للدالة على تيكون مدينته أكي أفعال وفناء تحبك هلا لمسلي علام لعمليات إقل لعود حلول على ديش إقل مجاهدين توم لتبهلوا مواطنين إقل لتبطوا مثلت مدينة كرن لعلو أنفار مخابرات 72 مرة لعلت مجموعات إن تراكبوا شغلهم إقل نزموا على تلوم وفعلا كم سلوا دو مسلحين توم إن تبهلوا بحثت خبره يوبام لعلو عساكر لمدنيين معلمين ومشايخ يكون سلاح قل ركبهم من نفسهم لدافعوا بمرويمة كمان يركبوا مسلم سلاحكم أيها هلا إن بيلوهم لا تعبهم كم علو حري عائلاتنا إلى جريمة لجريت التوم معلمين شهدوا إلا لا تحزوا لعلو كلهم كم ثبتوا التأقلوم قلت تثبت ما تطلع على فنتيت قوات عسكريات لعلت التو حنت فورتو أزيس بداليات حيل مدري كرن لهليت التأكان نسأوهم حرك كلهم بحبر أسك أسمرا قرقال أي مركز بوليس كارشيلي لهلا ونجل مرمرا لتأمر سجن آتوهم سرهم أسك ورح أبريل سنة 1907 التل سجن اللي على ولت بهل من قروب لرأيهم من مقلبهم أخبارهم لكن للدل علام حكوا إلا لكن مكرايهم قويت اللهم مواطنين اللهم مجرمين أو بريئين على أقلت بهلو مرة سدودتهم إقلمي مجرم أو إي مجرم لقبلك بنفر عادي يكون للحكم التوم لقبلك ود من آدم مجرمتو أو بريئتو للتبل قوانين محكمة هلام لا تتأسف لكن محكمة ديت هلا أورودك على كيف كلا منكبون ديت إينا إبرأيون دل حكم رئيت كم عادات لمدناه الدم قد يتم محكمة نتتري جريمة يتلبسو أو بريئتو يتبل أتلا قد يتلا لكن حتى أن تأكدنا أن بلال نقدر مسألة الليل تقتطفل على الشعبيات أكي أفعالا نوسا أكل السبت تأمر لقلت أسست حزل على النظام أجهلوت ودي تلمت لنبر الشعب تتيكون فاذا وفاهم مجتمع دي تكبتكم تو من خلقت تحبك كل على تأكي أفعال سبتهم منا مجتمع زيادة لترأوا مواطنين بسميت مانكا وبسميت يمين وبعد أسماء إن تنفعت واعيين وفاهمين محربات إن تفني ما تتام شعبيات اللهم سلف من مدينة كرن أريل وديتهم معلمين ومشايخ منا من خلقت وديول على أكي أفعال فنتيت قبل وديت جرايمتهم اللهم جهاد لسميتهم أمبلا شكم أريمكا أمت شايشكا وحدبت وديكا للبل ابتحت للسمع حقيقي تيكون لقبت تقبأ جريمة ودو إن تبهلو شكو ياميكون أما أمان ما هي شعبيات اللي كله قلتو ده لقب لقبأ إثبات على بام
لما لقبت تقبى شكوت أو فرد لدي بسلمتك قانون حاجة المت اندوديت مكرايوم لأقويات مواطنين إثبات ثبت على با بريئتهم وإلو كله أكي أفعال لودي الشعبيات نوسا مجرمة تام يقول نوسا شعبيات تنظيم مجرمة انت بجريمة اقل تشكي أو تهمة اقل تقدم قانون وأخلاقيات يسمح لام اللي كله أكي أفعال كاتب ومكرجنا يوم من أول سكاكرو ديكتاتور سياسة فوركيتوم كيرن سأيوب حسب ما تنسيت كرن سأيوب بأورط كاتب أورط مخرج للدالة مسرحيات حنتي لا تبلاريس عند الدالينا نقدم لكم للينا فنتوي موضوع ثالثة كفال دي بلتهم هلام رابعة كفالو تتمت السامن يقول تقدم لكم تو متابعتكم محمد لا ليه لا ليه لا لا ليه لا لا ليه لا ليه الساعة تلن لا ليه لا ليه لا لا ليه لا لا ليه لا ليه الساعة تلن ساعة نويت بي لكفاتي من هلا ساعة نويت بي لكفاتي من هلا إلا لتتك يا فاتي كفول بلا من تبيلا نبيك كفولك هلا يتي بالخيزران شامل اللي بترقب بلا ساعة نتلن أنا كفو سافر والبيك كفو تلني أنا كفو سافر والبيك كفو تلني كل سافر من بي إذا من يبيلني يا حد بقراية وغلاتي بيك كفني هي كرتي تسات ويحز وحزني لساعة نتلني لا ليه بساعة نتلن لا ليه لا ليه لا لا ليه لا ليه لا ليه بساعة نتلن ساعة نويت بي لكفاتي من هلا ساعة نويت بي لكفاتي من هلا إلا لنتك يا فاتي كفول بالله من تبيلا نبيك كفولك هلا يتي بالخيزران شامل اللي بترقب بالله ساعة نتلني لبيا حنين ملايو رح بتسلم كم سلام لبيا حنين ملايو رح بتسلم كم سلام ولبيا أكي أدبو رحو تسلم بالأدب ودام رحمة قلبو ركارفو اللجام فتح من اللجامكي وقل لمبرق بسلام بساعة نتلني لا ليه بساعة نتلني لا ليه لا ليه بساعة
علي علي ساعة نتيلن 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 كيرن سأيوب كلا موضوعنا حالة إرترين لاجين دي والشريف فيلتين فانتوي موضوع ناشط إسماعيل إدريس مثل ناشط عبد الرحمن حسن إدريس لو دا مقابلة إقل سهل لقناتهم بسم الله. السادة المستمعين راديو سأيوب، اليوم طبعا حنوافيكم بضيف عزيز وضيف له خانته ومن الناشطين في معسكر وتشريفي، ضيف عبد الرحيم إدريس حسن. إدريس عبد الرحمن حسن إدريس طبعا هنا بتقدر نتاجي كمبل عنا، لكن يوم البرنامج انت شوية كده يعني البلد ثبت عليك وترعرعت في هذه البلد الجميلة، فنتح لك الفرصة انك تتكلم بما تفهمه بما تقدر توصل معلومتك به. طيب يا عبد الرحيم، اول قدم بل وتفضل هذه قناة راديو سأيوب صوت الحق. فأسباب هلا بقول نسألك كاتو اللي هو ما هي أسباب انتشار المخدرات في شرق السودان وبالأخص في منطقة وتشريفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الرحيم إدريس حسن من معسكر وتشريفي شرق السودان. نشكر في البدء راديو سايوب والأخ العزيز إسماعيل الذي أتاح لي الفرصة في هذا. أما السؤال الذي وجهته لي، الأسباب المخدرات وانتشارها في معسكر وتشريفي تترتب فيها حاجات كثيرة. الفراغ الذي بين الشباب، يعني ما في عمل، والمنظمات التي كانت تعمل في تمكين الشباب وتمليكهم وتدريبهم كان يعني مشاريع وهمية، ما فيها تمليك، ما فيها تدريب كامل، مجرد ميزانيات، وأدت لتخلف الشباب، فقد تربوي وعدم تمليكهم لمهن. فالفراغ والعطل والفقر أتوا بعد الذين يريدون تدمير مجتمعاتنا واستهدفوا الشباب ونشروا المخدرات، ومن أخطرها هو الآيس الشبو فتك بشبابنا. ده السؤال الأول عن نوعه. الأخ عبد الرحيم تمام، ذكرت لنا الأسباب بتاع انتشار المخدرات. طيب سؤال كالبنا اللي هو نوع المخدرات، ذكرت اسمه اللي هو آيس وشبو. انتوا في وتشريفي هنا قلتوا ان عملتوا مبادرة قمتوا بها كشباب وتشريفي. طيب اذكر لنا المبادرات اللي حصلت والحالات حصلت الى كم، فنرجو ان توضح للمستمعين الراديو سأيوب. طبعا المبادرة كانت من شباب هذه المنطقة، إن كانوا من اللاجئين والمجتمع المستضيف اللاجئين. كلنا كشباب قعدنا سوا وحسينا بالمخاطر بتاعت المخدرات وانتشارها
وكان في حالة واحدة هي اللي أثرت علينا، مشينا كل المراكز خارج المنطقة، فكانت مراكزهم ما تستوعب هذه الحالة، فالمسألة استفزتنا شوية وقعدنا، وهم كانت يعني مسألة خير، لو كان استلموا مننا ذاته ما كان قمنا بالمبادرة دي وما كان اجتهدنا. فقعدنا قلنا أول حاجة نكون إدارة، عملنا مكتبنا التنفيذي وانطلقنا، عملنا شغين، شق توعوي وشغل علاج للحالات بتاعت المدمنين، والحمد لله يعني بجهد فردي وعدم إمكانيات، لكن تحدينا الصعاب وفتحنا مركز لعلاج الإدمان، عملنا مسح للمدمنين، فنحن ما نخيف الناس، لكن وصلنا ل 106 حالة مدمن، ودي ما محصلة أخيرة يعني. والآن يعني بقناعة الأسر وقناعة المدمن اللي هم كانوا في ورطة هم ضحايا للمسألة دي، يعني معانا جزء من الشباب الحمد لله يتم علاجهم، والحمد لله استنفرنا بعد الأطباء والصيادلة وبتاع المختبرات والممرضين يداوموا معانا طوعا منهم يعني بدون أي مقابل، ونحن كمتطوعين من الشباب نرابط في المركز من مأكولاتهم ومشروباتهم والجرعات والشرائع بتاعت الفحص. طيب أجيب في النقطة دي أستاذ عبد الرحيم، بالنسبة للشغل اللي قايمين به داخل المركز من علاج وتوعية برضو خارجية للمجتمع ومن أكل وشراب، فأنا دار أسألك سؤال هنا، هل الأكل والشراب والمعونة اللي تقوموا بها للمريض من جرعاته لفحصه لهناي، هل الموضوع ده عندكم جهات بتعينكم في الموضوع ده مثلا؟ والله المسألة دي وكيف قمنا بها كده، بس يعني مسألة بتاعت مبادرة وفكرة ونزلناها على أرض الواقع. لحد الآن هي ماشية بشيرين، يعني الشباب اللي عندهم لو بيطلعوا شيرين كده ويوفروا الحاجات، يعني يمشوا يشيلوا الرغيف وبعد المواد بيعمل لهم الوجبات. الشرايح برضو داقين شيرين وبيشتروا الشرايح والأدوية، ونحن الشيء اللي مخوفنا والمهددنا على أنه الحالات كثيرة على المدمنين، وإذا كلهم اقتنعوا يونا في هذا المركز فكان يعني بالنسبة لنا هاجس أنه نحن حنستوعبهم كيف وحيتم علاجهم كيف يعني. بدينا، لكن الختام نسأل الله أن يوفق الجميع يعني. وقعدنا مع الإدارات كلها، إدارة اللاجئين المتمثلة في كور، وقعدنا مع المنظمات الوطنية، وقعدنا مع المندوب السامي، يعني هو ده مسؤولياتهم في الصحة، لكن لحد الآن وعود يعني ما جونا ولا زارونا في المركز ولا قاموا بأي، ما جابوا لنا جرعات ولا جابوا لنا أي حاجة يعني. نحن الحاسين بالخطورة، نحن أصحاب الوجع. تمام. بالنسبة لعدم الإعانة وهنا ده كلام كبير جدا جدا، يعني مفترض المنطقة الموجودين فيها انتوا مفترض تقوم الجهات المعنية مثل المنظمات كور أو الجهات الحكومية مفترض تدعم الموضوع ده، فنطالب من هنا من هذا المنبر إنه الحكومات أو المنظمات تتحرك معكم إن شاء الله. طيب الحاجة ده أقول لك يا أستاذ عبد الرحيم، تدينا شوية خطورة كده داخل المركز واجهتكم بالنسبة للمخدرات للمدمن. والله من أهم المخاطر اللي تواجهنا أن المدمن ما يتم علاجه بعلاج بتاع الجرعات وفحص ووجبات، حيحتاج حاجات بتاع الترفيه، يعني أنشطة مصاحبة دعم اجتماعي، والمسألة داخل إمكانيات كبيرة يعني. فلما أنت تكون حاجز شباب في سن شباب يعني قد النظر يكونوا مدمنين تحجيزا بين 4 حيطان يعني بدون أنشطة وبدون أي حاجة، فالمسألة حتنعكس يعني يمل وحيسبب لنا في مخاطر، لكن قاعد نتجاوزها بما نملك يعني. طيب دار أقول لك شنو يا أستاذ، كلام جميل يعني، نسأل الله أولا تصل رسالتك إلى أوسع نطاق. الحاجة دار أقول لك داخل المركز عندكم شاشات مثلا، عندكم شيء الترفيه طبعا قدمته وقلت ما في ترفيه، لكن سمعت انه داخل المركز في شاشة مثلا انتوا اجتهدتوا بها كشباب ببرنامجكم بتاعة الشيرين، اشتريتوا شاشة مثلا ولا عندكم مسمعات للأغاني ولا للقرآن ولا للحاجات دي للمدمن، ولا ما في أي حاجة؟ طبعا بس 4 حيطان والمدمن يكون مجدوع هناك وانتوا تجتهدوا معاه وباذلين جهودكم معاه. تفضل.
والله الأخ إسماعيل طبعا نحن وكشفنا أنه الحوش ممل بالنسبة لنا، خليك للمدمن. فقعدنا مع مركز شباب معسكر شريفي ومع إدارته، والشباب دول ما شاء الله متفاهمين معانا، بل هم معانا في التوعية. فقلنا لهم يا جماعة الشاشة اللي عندكم لا بتاعت المشاهدة في المركز، شايفين أنه عند أولويات هسه حنقوم بها في مركز علاج الإدمان. يعني مركز الشباب حتى لو ما لقوا محل مشاهدة يمشوا محل مشاهدة تاني الشباب، لأنه منطلقين وناس متعافين، لكن دول مقفولين بين 4 حيطان وبارك الله فيهم بدون تردد ادونا الشاشة. واحد يتبرع بفلاش وعمل المحتوى بتاعت الحاجات اللي بيفرقوا بها. الآن نحن أخذنا إعارة من مركز شباب معسكر والشريفية الشاشة وجبناها المركز، والحمد لله. يعني إحنا الأنشطة الثانية من 5 صلوات، حلقة تلاوة بعد الظهر، يعني بما نملك أو حاجات بتاعت دعم اجتماعي من المهارات اللي عندنا لا شغالين معاهم، لكن ما في أي جهات رسمية ولا منظمات دولية ولا الناس اللي قايمين على مسؤولية أمر هذا الشأن واللي عندهم ميزانيات. اليونس عندها إمكانيات وعندها ميزانيات في الصحة تملصت من الصحة الوغائية والصحة العلاجية، بل نحن وقد قمنا بالمبادرة بتاعت علاج الإدمان. ده من صميم عملهم. الناس اللي عندهم مشاكل نفسية والناس اللي عندهم صرعة والناس المدمنين المفروض يوفروا لهم الأدوية والشرائح دي، كان من صميم مسؤولياتهم، لكن متملصين منا. يعني احنا واقعين في مشاكل بتاعت منظمات تدير مجموعة فاسدة. تمام. الأستاذ عبد الرحيم والله نورتنا، ونتمنى إنه صوتك ده يصل لمستوى كبير جدا جدا. طيب أستاذ عبد الرحيم، طبعا الليلة أمسية جميلة ما دار ننفك منك. برضو سؤال كالي بنقلك اللي هو أسباب الهجرة. نتكلم حبة كده في الهجرة. أيوة، الهجرة الغير شرعية هنتكلم فيها بسيط. أنت مع إنك شاب نشط وشاب لك دور كبير في هذا المجتمع الضعيف وهذا المجتمع اللي يعاني من فساد الإداري ومن فساد كل الجهات المعنية. طيب يا أستاذ عبد الرحيم، نحن نقدم سؤالنا: ما هي أسباب الهجرة الغير شرعية؟ الأخ إسماعيل، والله يا أخي نحن نشكر على أنه لقينا راديو سايوب يستمع لقضايانا وينشرها ويحرج المنظمات الدولية وإدارات التي تعمل في شؤون اللاجئين. والله أنا مستغرب غاية الاستغراب على أنه لاجئين في كامبو مسؤولة منه الأمم المتحدة وإدارة كور، شباب يطلعوا منه وعندهم أوراق وعندهم ملفات في الأمم المتحدة يمشوا بهجرة غير شرعية، يكون مخاطر في الصحراء وفي المحيط. يعني الناس ديل اشتغلوا فينا سياسات بتاعت يعني فساد. ملف الهجرة الغير شرعية شابوا حاجات كثيرة، وكجل الفحص القانوني والناس حكن على قضاياها ومشاكلها داخل البلد وداها اعتمدهم كلاجئين قانونيين. جاء الملف بتاعت الهجرة بعد المرتزقين من المسألة من المحامين الشغالين في ملف إعادة التوطين، مشوا الملف من الناس أصحاب القضايا الحقيقيين، بيمشوا يجيبوا لين يقولوا شاي لبن، يجيبوا يصبيها بإريتريا، يجيبوا من القهاوي يصبيها بإريتريا وياخذوا من ده وياخذوا من ده ويصفروه. واللاجئ الحقيقي الذي يكون في معسكر اللاجئين يعني بيتفرج أولاده يصلوا للسن عايزين يبنوا مستقبل يكون ملفهم ما تحرك، فيضطروا اضطرارا يمشوا هجرة غير شرعية. التعليم فاقد تربوي ما يصل للمرحلة بتاعت الجامعة، العمل ما في عمل، التدريب مشروع الاعتماد على الذات فساد، ضربوه بنوا بيه منازل ومكنوا نفسهم. فده وصل لمرحلة الشباب أنه الحياة لا تطاق داخل المعسكرات، إما الخروج بأمان ونرفع سقف الأسرة، وإما الممات والمسؤولية تترفع منها. وده والله عملية شائكة محرجة للفرد والأسرة والمجتمع والدول. لكن والله الشباب ده المضطرين اضطرار يطلعوا من هذا المستنقع اللي اسمه معسكرات اللاجئين، لا فيه خدمات غذاء لا فيه علاج، بل السياسة بتاعت منظمة الغذاء العالمي قالت الأسرة اللي فيها ولد عمره 18 سنة ولا 20 سنة يحرم الأسرة كلها بأسبابه، لأنه ده يعولم، ده في سن التعليم يخلوه أنه يطلع من التعليم عشان يشتغل، ما في فرصة بتاعت عمل. بلد فيها صراعات مشاكل، يمشي يشتغل وين؟ يكون ضحية الصراع في المنطقة اللي ما فيها أمان. اللي هو تاني يحس بأنه طالما الأسرة دي كلها تتكون من 19 نفر اتحرمت بأسبابه، يضطر اضطرارا يمشي هناك يقول أنا رفعت سقف الأسرة دي يا مت والمسؤولية رفعت مني. ده الأسباب كله أسباب المنظمات التي تدير شؤون اللاجئين، هي عملتنا شماعة عشان تسترزق بينا.
وإلا اللاجئين ما لاقين أي حاجة، لا في الصحة لا في التعليم لا في الغذاء لا في الحماية ذاته. ده الأسباب كله. تاني 2008 جابوا الفوتسليب بدوا التمييز. نحن 9 قوميات من دولة واحدة لاجئين عندنا أوراق لجوء، بيقول لك أنت من القومية الفلانية، أنت من القومية الفلانية، أنت من كده، ما عشان سواد عيون القوميات اللي قاعد يشيلهم، لكن ضغوط لبعض المجتمعات أنه ما تتمكن ولا تبقى ناس يعني يعيشوا في فقر وجهل مضغع في داخل المعسكرات. استهداف بين. قعدنا مع مدير هجرة جا من جنيف قال نحن ما عندنا التمييز ده، ده قاعد يدار من مكتب الخرطوم ومكتب كسلة، لأنه يدوسوا مجتمعات معينة ما تمشي تتطور وتتعلم وتعمل كده. ده السبب المجتمعات الأصل ميزوا بيناتها في عدد التوطين، بس يسألوك من كيسك ومشاكلك، يسألوك أنت من القومية الفلانية. الشباب حسوا أنه ما حيودوهم هجرة عشان هم من القومية الفلانية، فمشوا بقوا ضحايا الحرب ضحايا البحر المحيط والصحراء. ودي مسؤولية والله على عاتق مكتب إعادة التوطين تحت اليونس آر. تمام. طيب يا أستاذ، طبعا استفدنا منك وإن شاء الله يكون المستمع استفاد. الحاجة النهائية أقدر أقولها لك، ما هي الحلول؟ طيب أنت ترى حلول في الموضوع ده مثلا كأنت شاب نشط وشاب لك رؤية ساطحة، إنك ترى حلول للمجتمع ده مثلا؟ والله أنا أرى الحلول لو ما انضغطوا المنظمات التي تدير شؤون اللاجئين وأحرجوا أمام الملأ وأمام العالم على فسادهم والتمييز اللي قاعد يعملوه والاسترزاق بقضاياهم، لو ما أحرجوا إعلاميا وما بيتحركوا إلا أنه أساسا نحن اللاجئين السوريين نتابع قناة الجزيرة لما يكون في طفل في مخيمات في تركيا ولا في الأردن حصلت له مشكلة، يعني الجزيرة الحدث العربية بيعملوا رأي عام للمشاكل الصحية اللي قاعدة في المعسكرات بتاعت اللاجئين بتاعت السوريين وغيره، وإن نحن لهم كل الخير وأنه هم ذاته لاجئين زينا. يعني عندهم منظمات، عندهم إعلام يخدمهم، يعني إحنا بقينا ناس ما عندنا وكيل يتكلم يتحدث باسمنا. نشكر راديو سايوب جانا لحد معسكرنا واستمع لغدايانا، دي ذاته عندنا بصيص أمل الآن. فيحرج المنظمات كلها تخش وتقدم الميزانيات، ونحن هنا في أكواخنا من كم و80 ما تطورنا في التعليم ولا تطورنا في صحتنا ولا لقينا الحماية. فأنا أقول الإعلام هو السلاح الوحيد اللي عندنا لو يحرج هذه المجموعة الفاسدة التي تسترزق بملف اللاجئين الجزائريين في شرق السودان. شكرا الأستاذ عبد الرحيم. طبعا الليلة أمسية جميلة وحلقة جميلة، ونتمنى أن تتكرر ثاني في راديو سايوب، وجزيت خيرا، ونسأل الله أن يعين المجتمع واللاجئين داخل معسكر والشريفي. فهذا الكلام كلام يعني إن شاء الله الناس هتشتغل فيه وتصل فيه مرحلة لحلول بالإعلام، سواء كان بالإعلام وسواء كان بيجي برنامج آخر. عندك أي مداخلة مثلا قبل ما نقفل يا أستاذ؟ تفضل. نعم، برنامج الغذاء العالمي WFP أتى بسياسات حرمت الناس من حقوقها، فأدى هذا إلى شنو؟ إلى مشاكل صحية، مشاكل مجاعة اللي هو الدرن في العصر في القرن الكون 20، يكون مشاكل في معسكرات لاجئين مسؤولة منها الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومانحين، يكون فيها مشاكل بتاع الدرن TB. يجوا مراكز الصحية يقول لهم هاكم ده الحبوب بتاعت الدرن وهو علاج مقابل الغذاء. أسر حرموا سبب أن أولادهم وصلوا 20 ولا 18 سنة، حرموا كلهم وهم ما عندهم قوت يوم ولا عندهم مزارع ولا عندهم شيء يسترزقوا منه، فخشوا في مشاكل بتاع سوء تغذية حاد درن. وأطفال عندهم سوء تغذية حاد، الوجبات التجري للأطفال بتتباع في متاجر وتهرب والناس يموتون جوعا. فأنا أقول هذه المنظمات والله لو ما رجعت عبر الإعلام وأحرجت، والله المعسكرات منكوبين منكوبين منكوبين. وشكرا.
مصارف منصرف لو حتى حقريتها انا لي عليك حقريلي ما بنختلف انا عندي لك سر من زمان من زمان انا عندي لك سر من زمان من زمان تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم حشم شعبية حقوق اتفاقية السلامة بيمنا بر الشعب إريتريا إقل حسن برنامج بقور اللي كنت بيلام سيتقل هبدا آيات وحسين الشركة مهلا إيماتات من داخل وطن حبروا بأساس ركبة اللي تحبريه قرأ الله من وياني مثل على تخوف أختما ووياني الأيضا على يد والغرب شوكة سبرة الليل شعب وديش إريتريا طافحت من برات إقل المبروه برنامج فاقر هلا للي بلد آيات حسات ما خبراته سبيلا بيلو وقلت نشر انبوتكم هلا تأمرام ديش قلت سارة برنامج فاقركم هلا منابرة موظفين حكومة قلت تتحسن مرتب سنة قلت بام تجارة واستثمار قلت كولا لحظ مواطنين دي بعد ومن خارج قلت للسماء بنا وتوزع رادي قلت انبت وحركة مواطنين من داخل وخارج قلت السماء وبعد آيات بتنشر هلا حشم شعبيات حرب تجرايكم تما لبتوبيا الأتمسا مسؤول على سبت أختمام بعد أسباب أسخلك ديش وش عبرت رياء اتحدث عبودية إقل أطمحو إلا حديث دعاياتنا الشركة هلا لتأمر قايد حشم شعبية مناسبة سنة تحدث كل 2013 بكتب لحلفة رسالة شعبرت رياء منا قدم إلا لحالف ويول الأك عداوات متصبت هلا زياد مدافعات إقلاق للداليل كتحولف علام قايد حشم شعبيت لتنبول هلا حديث عداوات إذا بشعب قبوليتكم يركب سبت الأمر دعايات إن نشراء بحثت برنامج عمار أفقور اللي كوغل بل طبيعيكم توم وحرب شمال طوبيا حلول دايم ما من ركب حشم شعبيت دي بقى ريات تحسينات اقتصاد وسياسة اللي ودكم يقدر إن تحبر تانه توم وقول مفوض لاجئين منظمة مجلس كرام فيليب جراند ديب أتوبيا نايسلس عمل زيارتكم ودا وسائل الإعلام أتوبيا شرحيام بأساس تقرير يونايتد اتش لو قول مفوض لاجئين منظمة مجلس كرام مثل مدير لاجئين وعايدين أتوبيا تسفهون وبزاين دام حبرام بسبب لا ديب أتوبيا الهلو لاجئين ناقشام
فيليب جراند دي بتوبيا اتات مقار حوت لاجين هلا على اسلوبكم اجبيوغل سبسلتات خدمات لاجين وعايدين توبيا شرح لهم لو قول مفوض مثل 800 عمال لاجين ودي بدي سوا مثل شبابات لاجين قط وبقى بإنترنتكم هتقامة لتأمر لو قول مفوض الصفحة تويتروتا حالة في رسالة أتوبيا حتى من نادي أفريقيا بالزحام لاجين حدورات للدول كمتان دا الشرم مثل حكومة وسب شركاتها بسبت لاجين هدقنا جهة سلام كم هلا يسن التلالة من قبل أتوبيا سيدات مجتمع علامكم لا تحزيا أمور تبهلام أهلام يونايتد سار بحرب وجفاف مدرت لجريت التوم أنفار إقلتاتهن ومنابرات إقل تحسن جد ودكم الليل تأمر يونايتد سار بسبب حدان ميزانية ودي بشمال أتوبيا إقل مدت كل سنة للطلالة حرب إتقاليم تقرأي أمحرا وعفر له اللولاجين لا تتطلب سدايت كمي وديت لهم دلت حفر تاني ثم حيثما التنسيق ترنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقلنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو